في حلقة النهاردة هنعرفكم تعمل ايه أول ما توصل مطار القاهرة، كمان هنجرب الانتظار في أفخم لاونج بالنسبة ليا في مطار القاهرة. رحلتنا هتكون من تيرمينال 2، بالرغم من إن أغلب الطرق تم تطويرها والدنيا اختلفت كتير عن زمان، لكن برضه حاول توصل المطار قبلها ب3 ساعات، ولو هتقعد قعدة ملوكي زي صالات اللاونج اللي قلنا لكم عليها ديت ممكن تروح قبلها ب4 ساعات. أول ما تنزل من العربية أو التاكسي هتاخد الترولي دوت اللي بيكون موجود بره علشان تحط عليه الشنط بتاعتك، ولو شنطة واحدة مش لازم علشان حركتك تكون أسهل. أول حاجة هتحضر التذكرة والباسبور لأمين الشرطة اللي بيكون على أول بوابة، لأن الدخول بيكون مقصور على المسافرين فقط. بعدها بتتحرك على أول تفتيش ليك واللي بيكون قبل أي إجراءات، واللي بعد ما بتنتهي منه بتلاقي نفسك قدام مكان بتعمل فيه التشيك إن، واللي معناه طبعا إنك أكدت الحجز بتاعك وخلاص مسافر معاهم، واللي من خلاله بيتحدد رقم المقعد لو ما حددتوش أونلاين، وبتسلم الحقائب اللي هتكون في بطن الطيارة أو المخزن يعني، وبتاخد البوردنج باس واللي هو عبارة عن ورقة بيكون فيها تفاصيل رحلتك، وفي منه اللي بيكون أونلاين على الموبايل بتاعك يعني. أغلب شركات الطيران بيكون لك من اول شنطه واحده وزنها 23 كيلو، وساعات ما بيكونش ليه غير شنطه واحده اللي هتطلع معاك فوق لو احنا بنتكلم عن شركه طيران اقتصادي، لحد 3 شنط في بعض الشركات المميزه زي الاماراتيه، وبيكون ليك شنطه واحده صغيره معاك على الطياره بجانب طبعا شنطه اللعب او شنطه اليد للسيدات. بعد كده بتتجه للجوازات، المكان اللي بتاخد منه ختم الخروج من الدوله، واللي زي ما احنا عارفين منه بيتم فحصك لو في اي مانع من السفر. بعدها بتتجه للتفتيش الاخير واللي بعده المنطقه الحره اللي بيكون فيها الاسواق الحره والجيتس او البوابات اللي واحده منهم هتكون على طيارتك في الميعاد الخاص بيها. وهنا طبعا بتلاقي عندك وقت للانتظار، وبيكون قدامك خيارين. الخيار الاول وهو الانتظار على المقاعد ديت بجانب البوابه اللي هيكون فيها الطياره بتاعتك، واللي طبعا بتقدر تعرفها من خلال البوردنج باس اللي بيكون معاك. او الخيار الثاني لو معاك كروت بنكيه بتقدر تدخل اللاونج واللي هتشوفوه معانا. اللاونج هو استراحة أو صالة بتقدر تستنى فيها الطيارة بتاعتك، وبيكون عندك كل حاجة، أكل، مشروبات سخنة وباردة وحمام، وفي بعض الأوقات شاور روم كمان، وإنترنت وكراسي للمساج.